كرة القدم في تونس كل لانه مراو انه في الترجي سنة ثم تعويل برشا على الشبان. سيد احمد، الفريق وقع تدعيمه بالعديد من الشبان، وسمينا الفقره هذه اللي باش تفرجوا فيها الان ثوره الشبان في الترجي مع سامي بن مسعود ومكرم الحطاب. اسمي خالد عياري، أنا في جمعية أرينا، عمري 14 سنة. ماتش باهي اليوم كنت الترجي التونسي، عملنا نيول أنا جيتهم بيلانتي في 90 دقيقة لعب، عملوا بها نيول. خصيصا السنة الاسبيرونس عملت برشا معناتها على الشبان نتاعها، ومعناتها كيما تشوفوا معناتها بشوي بشوي قاعدين معناتها يدخلوا في الجروب، قاعدين معناتها يكسبوا خبرة من جوات الخبرة اللي موجودين في الاسبيرونس تاعو. الريال مازلنا ما كسبناش برشا عملنا ريزولتا باهيين، ان شاء الله يا ربي نكملوا على نفس المنوال ونكونوا عند حسن الثقه نتاعنا المره ان شاء الله. خوف خاطر الشبان نوض الجمهور ان شاء الله نعطيو الاضافه الكامله، وان شاء الله يا ربي علاش لا ما ننزوش تيتروات، والحمد لله يا رب ان شاء الله يا ربي نكونوا في المستوى ان شاء الله. اللي جاي باش يلعب في الترجي يعرف على جاي، يعرف اللي هو جاي جمعيه كبيره، جمعيه تتويجات، جمعيه القاب، لازم باش يدخل في الاسلوب الموضوع ديريكت. على عباره جاي بالسلاحه نتاعك وجاي انا ما ثماش مرحميني في الكره. اكيد باش يجيو عثرات وباش يجيو نتائج سلبيه كيما نحن نحاولوا نعملوا باش ما يجيوش، لكن كيف يجيو يلزم اللاعبيه كيما قلت لك يتحملوا ويعرفوا مسؤولياتهم، يعرفوا روحهم معناتها على شنو قادمين. كرة القدم ماهيش ديما نتائج ايجابيه، نهار يلزمهم يعرفوا يتاقلموا مع النتائج الايجابيه ويتاقلموا مع النتائج السلبيه. هذيك سنه كرة القدم وهذيك سنه الفريق الكبير. سيد احمد، ترى مجازفه للدماج بالشبان كيما هذوما صغار في تشكيله كيما الترجي اللي كل عام يلعب على لقب ويلزم يفوز بلقب؟ لا ماهيش مجازفه، ماهيش مجازفه في الحقيقه. اذا كان ولد صغير عنده امكانيات باش ينجم يلعب في الدرجه الاولى، ما العمر ماهوش باش يولي له مشكله. فما ملاعبيه في تونس طار شايب يلعب عمره 18 سنه، محدين حبيته 17، انا 18، موجود الشيء هذايا. معناها تبقى انت وامكانيات الفنيه، وانت والبدن نتاع اللاعب، وانت الفريق اللي يبدا فيه اللاعب. ما تراش انت وشخصيه المدرب؟ ثم مدربين ما يحبش معناها يدخل معناها ملاعبيه صغار في العمر، ثم مدربين اللي جايز يقول لك ما يسالش نعطي فرصه للشبان، ثم مدربين ما يعطيوش فرص للشبان. ماذا بيا ديما يحافظ على نفس التشكيل. انت وسياسه الجمعيه وانت ورئيس الجمعيه. حسب رايي انا صاحب القرار في الامور هذه هو رئيس الجمعيه، اذا يتفق مع الممرن. بالطبع الولد الصغير كي باش يلعب باش يقوم بهفوات، باش يقوم بهفوات، وتنجم الفريق ينهزم في مقابلات تحت مسؤوليه الممرن. لكن الممرن عنده الكوفرتور نتاع رئيس الجمعيه، خاطر الولد هذاك اللي يلعب سي اون فالور سور، قيمه غدوه هذيك. القيمه هذيك باش تلقاها بعد سنه ولا اثنين تولي ماديا عندها قيمه كبيره، كيما ناخذوا شرميتي، كيما حقي، كيما تعرف اليوم نعملوا في الاحتراف مش اللاعب باش يتباع عمره 28 سنه و29 سنه. تعرف نعطيك فكره صغيره رازي، فما ملاعبيه توانسه ربي يزيدهم ويكمل عليهم، اليوم يلعبوا في اوروبا، فيهم شكون ياخذ راتب 60,000 اورو في الشهر، وفيهم شكون ياخذ 100,000 اورو في الشهر. كانوا يلعبوا في نوادي صغار. الملاعبيه هذوما اليوم عندهم فرصه في فريق يلعبوا كيما الترجي الرياضي ولا النادي الافريقي ولا النجم الساحلي ولا فرق كبار اللي فما لهوه كبيره بالاولاد هذوما، وعندهم ممرنين اكفاء، فهمت، وعندهم معناها راي كيما يقولوها التمرين الشبان اصعب من تمرين الاكابر. مش كل حد ينجم يدرب الشبان.
صحيح بالطبيعه ثم عنده خاصيات ممرن الشبان لازم يكون اختصاصي في تمرين الشبان. صحيح. شهاب انت مع دماج الشبان؟ مع دماج الشبان، لكن خاصة دماج الشبان إذا الملاعب هو يستحق يفرض روحه، ما فماش هدايا. وفي الكرة كما قال سيدي أحمد قبيلة ماهوش معيار أنه سنه صغير. أوكي سنه صغير نستناو بقى لازم يكون عنده البوتنسيال، عنده الإمكانيات اللي تخليه يفرض روحه. اثنين لو نلاحظوا في الترجي الحارس مرمى عنده خبرة، خالد بدر في خط الدفاع عنده خبرة، أحمد الحامي في وسط الميدان عنده خبرة، ومايكل الرامو كمهاجم عنده خبره. وقت يكون عندك في كل خط لاعب عنده خبره تقدر تركب هم المؤثرين لا تقدر تركب عليهم شبان حتى الاخرين يعطيهم اكثر عامل لو غارونتي معناتها باش يبداو اكثر اريحيه. اثنين نشوفوا النجم الساحلي اللاعبين نتاعو شبان 19 سنه وهزوا تشامبيونز ليغ افريكان، حقي هز كاس افريقيا للامم 19 سنه. يعني كيفيه ادماج الشبان هذوما اول شيء هو يلزم مؤهلاتهم، اثنين كيفيه ادماجهم ولا غنى عن عامل الخبره فوق الميدان. مباشرة الآن ملخص مباراة نادي حمانف والترجي الرياضي التونسي مع كل من أحمد صالحي ونبيل تليلي وتركيب لكريم سيسي. نادي حمام الأنف يستضيف الترجي اليوم في رادس بتشكيلة عرفت عودة المدافع إيفانس، في حين سجل الترجي عودة بدرة في محور الدفاع إلى جانب الشماري. بداية المباراة كانت لصالح نادي حمام الأنف، كرة ثابتة ينفذها بن شويخة والقصراوي يحط الكرة في الركنية. الحامي يجيب مجهود فردي يتوغل ويسقط داخل مناطق الجزاء، والحكم سمير الهمامي يأمر بمواصلة اللعب. مخالفة للترجي تتنفذ، ترجع الكرة، التايب في الانتظار يصوب قوة، كورته تلمس القائم. الكرات الثابتة أحد أسلحة الترجي عندما يعجز على التهديف. مخالفة نفذها وليد التايب، وإن راموا على غير عادته مرت كورته جانبية. محمد بن منصور، وليد بن منصور للدراجي، تمهيد بالقدم لأونري بيانفونو اللي تسويبته ضعيفة. فرص التهديف للترجي تتواصل، وهذه ركنية تنفذ ثنائية بين التايب وبن منصور. مدافع الترجي يوزع، ثم رأسية من الدراجي وإيفانس يتدخل في الوقت المناسب قبل بيانفونو. بن شويخة يتحصل على مخالفة أمام الدراجي، تتنفذ ثنائية، بن شويخة يمهد، حران يصوب، والقصراوي بصعوبة يرجع الكرة قدام سيسي. سيسي يسكن الكرة الشباك، والحكم سمير الهمامي يلغي الهدف بعد إشارة من مساعده الأول كمال عبد المؤمن لوجود تسلل. هذه الإعادة، التسديد من أحمد الحران، ترجع من حمدي القصراوي. مايكل المهد يزين العبدين السويسي اللي يتوغل، يتدخل معه إيفانس، اللعب تواصل حسب تقدير الحكم سمير الهمامي. لمحاولة زين العبدين السويسي. في الشوط الثاني البداية كالعادة لنادي حمام، محمد علي الغرياني بمجهود فردي كبير يتجاوز سيف الدين الشماري، والقصراوي حاضر في الوقت المناسب يتدخل بامتياز. أونري بيانفونو يتجاوز سليم سيسي ويفضل التصويب في زاوية مغلقة، والزيتوني يحول الكرة للركنية. ركنية تتنفذ ثنائية بين السويسي والتايب، ترجع للسويسي اللي يوزع في القائم الثاني، الشماري يمهد وبيانفونو يكمل البقية على الطاير ويفتتح نتيجة. في شباك الحارس أنيس الزيتوني، 1-0 للترجي بعد منو. دقيقتين بعد كرة ذكية من الدراجي المايكل اللي يراوغ الزيتوني ويسقط داخل مناطق الجزاء، والحكم يعلن عن ضربة جزاء وإقصاء المدافع فيكتور ألان سيلفا لحصوله على الإنذار الثاني. حكم سمير الهمامي يعلن عن بعد على أنيس الزيتوني. هاي الإعادة يبعد على الزيتوني. مايكل رامو يتولى مهمة التنفيذ وينجح في إضافة الهدف الثاني. أنيس الزيتوني في جهة، كرة مايكل زوز أهداف في 5 دقائق. نادي حمام الأنف يقبل 2 أهداف ويواصل اللعب بنقص عددي، لكنه مع هذا اسعى لتذليل الفارق. بن شويخة بحث على مباغاة الكسراوي، وحارس الترجي متفطن أنقذ مرماه.
لقطة مجانية من الحارس أنيس الزيتوني تكلف فريقه ضربة جزاء أخرى. مايكل غير المرة هذه مكان التنفيذ وغير كذلك نتيجة المباراة بإضافته الهدف الثالث. للترجي في مايكل إيرامو. بوعزي ومزالي خذوا مكان التايب والحامي. بهتة دفاعية استغلها مهدي المرزوقي وبرود الدم كبيرة غالت القسراوي وذلل الفارق. وهدف تذليل الفارق في الدقيقة 63. ده تمرير من محمد سلامة. تغطية المساكني خذا مكان الدراجي والتراجي أصبح في طريق مفتوح لإضافة أهداف أخرى. مايكل البوعزي ثم البيانفونو ومهاجم التراجي في موقع مناسب تصطدم كورته بالقائم. نادي حمام الأنف حاول عن طريق حمدي جبالي لكنه سبق كورته أكثر من اللازم. بيانفونو تفنن اليوم في إهدار الفرص. كورة جاته من مايكل خذا كامل وقته وصوب كورته مرة جانبية. جديد في نادي حمام الأنف حافظ نواسخ مكان سلامة، وجديد في الترجي هدف رابع بعد كرة بالقدم من بيانفونو المايكل اللي في موقع مناسب أضاف الهدف الرابع لفريقه والثالث ليه في المباراة. تمريرة ممتازة من آخر ما تبقى في اللقاء تصويبة قوية مباغتة من حافظ نواس فوق المرمى بقليل. انتصار هام للترجي قبل مباراة الديربي دعم به رصيده في طليعة الترتيب، وهزيمة ثقيلة لنادي حمام الأنف اللي قدم أداء طيب في